السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة يا جماعة يوم جديد وفيديو جديد، وقايل لكم فيديو حلو قوي هيعجبكم، وقلنا نغير النهاردة ونعمل حاجة جديدة خالص. ما شفتوهاش انتوا قبل كده، وقلنا نعمل لكم فيديو عن العيش ده، وقولوا لنا انتوا بتسموه ايه عندكم. طبعا ده مخبز يا جماعة، ليه؟ زي ما انتوا شايفين كده، ده احنا بنسميه العيش الشامي او العيش السوري او العيش السوري. طبعا ده بيشتغل بكميات كبيرة، وبنوريكم الطريقة الأول بأول. وده طبعا مرحلة العجين، وبيتعجن زي ما انتوا شايفين في العجانة بالطريقة ديت. وطبعا العيش ده ما بتحطلوش خميرة ولا سكر ولا أي إضافات خالص، مفيش إلا مية وطبعا دقيق وملح بس، مبتحطش عليه حاجة تانية خالص. وانتوا هتشوفوا كل حاجة على الطبيعة زي ما انتوا شايفين كده. والعجانة خلاص العجين بدأ لف خالص اهوت، وبقى عجين بعد ما كان دقيق، وبتعجن بالطريقة ديت. واعذرونا لان كان مفيش حد بيصور، وانا اللي كنت ماسك التليفون والعجانة دايرة زي ما انتوا شايفين كده، فممكن مش هتلاقوا الصورة احسن حاجة يعني. بس احنا بنحاول بقدر الامكان نوريكم كل حاجة على الطبيعة زي ما انتوا شايفين كده، عشان توصل لكم الصورة طبيعية ومن ارض الواقع اهو. طبعا انا بشوف العجين اهوت، اشوفه العجين استوى، نشف من المية، ملمسه طري وحلو ومعادش فيه مية خالص ونشف، فلسه فيه شوية وخلاص خلص اهوت. وطفيت العجانة خلاص عنه، وهنبدأ بعد كده نوريكم مرحلة التقطيع. اهو العجين، شوفوا العجين يا جماعة اهو، اهو عجين طري وناشف من المية خالص، و... وملمسه حلو في ايد وناعم. وهنا خلاص اهوت اطمنت على العجين وشوفته تمام التمام. هنبدأ بعد كده مرحلة التقطيع زي ما انتوا شايفين اهو. الصورة طبعا بتتكلم وبتعبر عن نفسها. هنا طبعا بنشيل العجين من العجانة زي ما انتوا شايفين كده، وبنقطعه في طاولات خشب زي ما انتوا شايفين كده، وبنقطعه بالطريقة ديت. طبعا كل واحد له طريقة في التقطيع، فانا بقطع بالطريقة اللي انتوا شايفينها ديت. وطبعا القطع بتكون متساوية، وبنوزعهم كده في الطاولة الخشب زي ما انتوا شايفين كده. طبعا احنا بنشكر اخواتنا وحبايبنا اللي دعمنا في القناة، واللي مشرفينا واللي مكبرنا، ومش هنكبر ان شاء الله برضو الا بحسهم وبدعمهم لنا. وبنشكر اخواتنا في جميع انحاء العالم وجميع انحاء الوطن العربي الكبير، اخواتنا في العراق حبايبنا. وانا والله سعيد باخواتنا العراقيين. طبعا اشتغلت يا جماعة انا في العراق في العيش ده اشتغلته في العراق. ده طبعا عيش الشاورما يا جماعة. احنا بنوريكم المراحل والعجين ازاي والتقطيع ازاي، وهنوريكم برضو شغله ازاي وبتطبق ازاي وكده. بيبقى ده عيش الشاورما. ده طبعا يختلف عن عيش الكريبات.
وبنقطعه اهو قطع متساوية في الطاولة زي ما انتم شايفين كده. وادعمونا، وبنشكر اخواتنا في العراق وفي الأردن وفي الجزائر وفي المغرب وليبيا والسعودية حبايبنا، وجميع وسوريا طبعا إخواتنا السوريين حبايبنا وإخواتنا. ربنا يرجعهم إلى بلدهم سالمين يا رب، ويخليهم لنا. وإخواتنا السوريين أحسن ناس، وكل الوطن العربي الكبير والله أحسن ناس، وإحنا إخوات وإخوة وأهل. طبعا بنرص الطاولات زي ما انتم شايفين كده، بنوريكم كل حاجة وبعدين بندور العجين زي ما انتم شايفين كده على الطاولة بالطريقة اللي انتم شايفينها دي. اهو العجين بعد ما العجين ريح يا جماعة، بدأ يرتاح ويبقى بالطريقة اللي انتم شايفينها ديت، عشان بعد كده نعرف نفرده ونخبز. وهتشوفوها اهوت. احنا دلوقتي في مرحلة الخبيز. خدنا من كل مرحلة حاجة كده، بحيث نوريك كل حاجة، لأن طبعا المراحل ديت بتاخد وقت كبير قوي. فاحنا خدنا مراحل من كل مرحلة جزء، عشان نوريكم ونوصلكم الصورة توصل لكم بالطريقة اللي انتم شايفينها ديت. طبعا الجو حر يا جماعة قوي 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 في الأيام دي. الجو حر في مصر قوي قوي بجد يعني. وطبعا الشغل ده بنشتغله بالنهار وفي الحر بقى، وكمان السجان شغالة وبتاع. ربنا يعيننا ويعينكم ويعين كل الناس يا رب على أرزاقها. واحنا بنشتغل بإيدينا يا جماعة، ما بنتكبرش على حاجة خالص، وعشان نأكل ولادنا بالحلال. وإن شاء الله ما ربنا ولادنا بالحلال، ومش هنربوهم إلا بالحلال إن شاء الله. وآدي الطريقة بتاع الخبيز زي ما انتم شايفين كده. بنفرد العجين بالطريقة اللي انتم شايفينها ديت، وبنحطه على مخدة زي ما انتم شايفين، وبتخبز على الصاج اهو. طبعا احنا بنوريكم كل حاجة عشان تعرفوا احنا بنتعب ازاي وبناكل لقمتنا. والله يا ربنا العليم ان احنا كل قرش بناخده بنتعب فيه تعب ربنا اللي اعلم بيه والله. وربنا يرزق الناس كلها يا رب، ويحفظ بلادنا العربية يا رب من كل سوء. وادي طبعا ابني اهوت واخويا برضه، كلنا اهل واخوة يا جماعة شغالين مع بعض. واهو بالطريقة اللي انتوا شايفينها ديت. وما فيش هنا حد، كله بيحب الخير لبعضه والله، محدش بيكره الخير لحد ابدا. كل الناس كلها مبسوطة وسعيدة. كلنا شغالين مع بعض واخوة، وبنشتغل بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي اهو. كده بنجيب العجين من الطاولة كده ونفتحها. كل واحد طبعا له دور، واحنا كلنا بنكمل بعض. كلنا احنا في الشغل ده بنكمل بعض زي ما انتوا شايفين كده. واحنا قولوا لنا في بلادكم بتسموا الخبز دهوت بتسموه ايه؟ طبعا انا ما عارف معظم الدول العربية بسموه ايه، بس انا في دول كتيرة، ما رحتش كل الدول العربية يعني. فقولوا لنا بتسموه ايه العيش دي. طبعا مستنيين تعليقاتكم الجميلة والمتميزة اللي بنحب نسمعها، وبنرد على الكومنتات كلها بتاعتكم، وبناخد بعين الاعتبار. وكل الناس عندنا لها قدر كبير عندنا والله، وعايزين منكم المزيد وتشرفونا. واللي ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد مننا. زي ما انتم شايفين اهو صاج وغاز زي ما انتم شايفين كده، وبنرمي على الصاج بالطريقة اللي انتم شايفينها دي اهو. بدأنا
نروح وادي برضو طبعا صاج تاني برضه هو شغال. اخويا برضو وابني اهوت، كلنا شغالين مع بعض اهوت، اهل واخوة زي ما قلنا، وبنشتغل بالطريقة اللي انت شايفينها ديت. ده احنا بنسميه هنا في مصر العيش الشامي او العيش السوري. ده احنا حاليا في مرحلة الخبيز، زي ما انتوا زي ما حضراتكم شايفين كده. ودايما زي ما بنقول الصورة بألف كلمة. وطبعا برضه نخش على مرحلة تانية، وهي مرحلة تطبيق الخبز. وطبعا ديت اهوت بيتطبق وبتكيس زي ما انتم شايفين كده، عشان يبدأ من بعد كده بيروح للمطاعم عشان يشتغلوا منه. دي طبعا اخواتنا وبناتنا هم شغالين معانا هم. وزي ما قلنا احنا اهل واخوة. فبنمسك العيش زي ما انتم شايفين كده، بنطبقه على النص. زي ما انتم شايفين كده بنطبقه على النص. وطبعا احنا ما نقدرش نقتحم خصوصيات حد، هم مش عايزين يطلعوا يعني. فعادي احنا بنوريكم كده الشغل كده زي ما انتم شايفين. وطبعا اللي عدت دي مروحة عشان التبريد، عشان يكون العيش يتبرد اول باول. وادي بتطبق كده، واحدة بتطبق على النص والتانية بتطبقه التطبيقة اللي انتوا شايفينها ديت كده بالطريقة دي، عشان يكون جاهز بالطريقة دي. وبيخش على مرحلة تانية اهي. بيرجع بقى يتطبق تاني التطبيقة ديت. في عيش كده بتحط فيه رغيف زي ما انتوا شايفين كده، ده نوع. وفي كل طبعا حاجة حسب ما المطعم عايز يعني. انت بتطبق بالطريقة اللي المطعم عايزها او المواصفات اللي المطعم عايزها. فاحنا بنشتغل على هذا الاساس اهو زي ما انتم شايفين كده. وطبعا احنا عايزين منكم المزيد يا جماعة. احنا والله لسه كتير، وما طبعا لسه القناة ما اشتغلتش ولا اتوثقت ولا حاجة. فاحنا عايزين منكم المزيد، وعايزين منكم كتير والله، عشان ربنا ييسر لنا الامور ونتشاف. وهنعمل لكم فيديوهات كتير حلوة، وهنخش في حاجات كتير في التخصصات بتاعتنا اللي احنا اتعلمناها. وطبعا زي ما انتم شايفين كده بيتحط في الاكياس زي ما انتم شايفين طبعا، وبتكتب عليه كل مطعم طلبه ايه وكده. فكل مطعم له طلب بنعمله له على الطلب بتاعه. طبعا انا شغال مع الناس دي يا جماعة، انا شغال مع الناس ديت. ووالي طبعا الحاج هو صاحب المطعم، صاحب المخبز ده، راجل كان محترم ونعم الناس والله. ما شفناش منه الا كل خير. وانا بطلب من المتابعين بتوعي واخواتي يدعوا للحاج ابو وائل بالرحمة والمغفرة، لانه كان راجل ونعم الرجال والله. وكان محترم واحنا كنا بنحبه، ومن احسن الناس والله. الله يرحمك يا ابو وائل، ويدخلك فسيح جناته يا رب، ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة. وطبعا كده الفيديو انتهى معاكم.